قصة النهاردة بتقول: أنا ما كنتش أتخيل إن ممكن أكلم حد وأتعلق بيه ويحصل كده بينا وأنا متجوزة. أنا اسمي هالة وعندي 26 سنة. اتجوزت من 3 سنين ومعايا بنت صغيرة. جوزي شغال كهربائي، ومن حوالي 6 شهور بس جاله شغل كويس جدا في فندق في الغردقة. بيروح الفندق ده 20 يوم يشتغل وينزل أجازة أسبوع، وبقيت أقعد أنا وبنتي ال20 يوم دول لوحدنا، خصوصا إننا قاعدين في شقة بالإيجار في عمارة بعيدة جدا عن أهلي. لحد ما أمي كلمتني في يوم وقالت لي إن أختي الصغيرة تعبانة جدا. رحت واخدة بنتي ورايحة لهم ولقيت أختي تعبانة قوي. قلت لهم لازم نروح بيها المستشفى دلوقتي، مش هينفع نسيبها كده. وخدنا أختي فعلا ورحنا مستشفى حكومية، والدكاترة هناك قالوا لنا إنها لازم تتحجز دلوقتي علشان خاطر هتعمل عملية. وفعلا أختي اتحجزت في المستشفى وبقيت قاعدة أنا وبنتي عند ماما، وبما إن ماما ست كبيرة بقيت أنا اللي أروح لأختي المستشفى. ولما أختي الحمد لله عملت العملية، وبقيت أنا اللي ببات معاها في المستشفى كمرافق ليها في نفس المكان اللي أختي كانت محجوزة فيه. كان في طفل صغير محجوز، وكان في شاب صغير بيجيله كل يوم يطمن عليه. بس الغريب ان اهل الطفل ده كانوا بيجوا يطمنوا عليه بالنهار، وبعد ما بيمشوا بلاقي الشاب ده جاي لوحده، وبقينا بنشوف بعض انا والشاب ده كل يوم في المستشفى. ولقيته في مرة بيقولي: لو سمحتي هو انتي بتباتي هنا مع اختك؟ قلت له اه. قال لي: طيب معلش بس لو تخلي بالك من اخويا الصغير وتبصي عليه كده. قلت له مفيش مشكلة خالص. قال لي: طيب استأذنك بس اخد رقمك علشان ابقى اطمن عليكي وعلى اخويا منك. وفي الاول بصراحة كنت مترددة جدا، بس قلت عادي يعني لحد ما يطمن على اخوه ويخرج بالسلامة. خدت منه الرقم وعرفت ان اسمه حسام، وبقى يتصل بيا كل يوم على الظهر كده قبل ما يجي يطمن عليه. وبقى كل يوم كل ما يجيب حاجة لاخوه اكل او اي حاجة لازم يجيب لنا معاه. حسيت ان هو انسان كريم جدا جدا. وبعد كام يوم قال لي ان هو الحمد لله الدكتور كتب لهم على خروج، وانهم هيخرجوا من المستشفى بكرة. قلت له الحمد لله على سلامته. تاني يوم وهم خارجين لقيته جايب لي شنطة مقفولة كويس، وقال لي استأذنك تاخدي الشنطة دي وما تفتحيهاش الا بعد ما امشي. وبعدها خد اخوه ومشي، وانا قاعدة والفضول هيجنني. فتحت الشنطة وببص فيها، لقيت فيها ورد أحمر وشوكولاتة كبيرة. فرحت بيهم قوي وفرحت بذوقه، وما كنتش عارفة أعمل إيه من سعادتي. رحت متصلة بيه علشان أشكره. قال لي: دي أقل حاجة ممكن أديها لك، كفاية تعبك وانتي كنت بتخلي بالك من أخويا. بعدها ب3 أيام أختي الحمد لله بقت كويسة، وخرجنا من المستشفى ورحنا على البيت. وقعدت مع أختي لحد ما الحمد لله بقت كويسة جدا. وكان ساعتها جوزي كان قرب ينزل أجازة، فرحت راجع شقتي، وجوزي نزل الأجازة بتاعته بعدها بيومين. المشكلة إن أنا كنت واقفة في المطبخ ولقيت موبايلي بيرن، وببص بشوف مين اللي بيتصل. لقيته حسام اللي كان معايا في المستشفى. رحت بسرعة عاملة الموبايل صامت، والحسن حظي كان جوزي نايم وقتها، وما ينفعش بأي حال من الأحوال إني أعرفه على اللي حصل أو أعرفه إن أنا اتكلمت مع حد واديت له رقمي. فضلت عاملة الموبايل صامت وأغلب الأوقات، وكان حسام بيتصل بيا في اليوم حوالي 3 أو 4 مرات، بس ما كنتش عارفة أرد عليه علشان جوزي قاعد معايا. ده غير إن جوزي كمان ملهوش في جو قعدة القهاوي أو ينزل من البيت أو يخرج أو كده، فكان معظم الوقت قاعد معايا لحد ما في يوم طلبت منه حاجات يجيبها لي من السوق،
ورحت مكترة من الطلبات اللي أنا عاوزاها علشان يتأخر، علشان أعرف أكلم حسام، علشان أعرف أكلمه براحتي. أول ما جوزي نزل رحت متصلة بحسام بسرعة وقلتله معلش إن أنا مش عارفة أرد عليك علشان جوزي كان موجود. قالي معلش أنا آسف والله ما كنتش أعرف إن هو قاعد معاكي، وعموما مش هتصل بيكي تاني وياريت ما كنش سببتلك مشكلة. قلتله لا ما حصلش أي حاجة، المهم سأل عليا وعلى أختي وكان بيطمن علينا، وقالي إن هو كان بيتصل بس وعمال يتصل عشان يطمن عليا، وشكرته على اهتمامه واتصاله بيا. وقفلت معاه وحسيت بعد مكالمته ليا وسؤاله عني اني مبسوطة قوي، مبسوطة ان في حد فاكرني وبيسأل عليا بالرغم ان انا عايشة ومتجوزة. بس المشاعر دي بصراحة ما كنتش حساها حتى وجوزي معايا، كانت حاجة جديدة عليا بس كانت حلوة قوي. جوزي رجع من السوق وعملت الأكل واتغدينا، وطول ما أنا واقفة في المطبخ كل تفكيري في حسام لحد ما خلصت الأكل واتغدينا. وبعدها بيومين جوزي سافر الغردقة ورجع شغله، وموضوع قعدتي لوحدي ده كان تعبني نفسيا جدا، إن أنا مش لاقي حد يحس بيا أو يتكلم معايا أو يكون قريب مني. حتى لما جوزي بينزل أجازة أسبوع ويقعد معايا بقيت أحس إنه مش مهتم بيا وما بقاش في بينا أي مشاعر. وفي الوقت ده بالذات بدأت أفكر في حسام وأفتكر اللي كان بيعمله معايا لما كنا في المستشفى، وافتكرت كل التفاصيل اللي كانت بينا، والأول مرة أقرر إن أنا اللي أكلمه وأطمن عليه. معرفش أنا جبت الجراءة دي منين، بس حسيت إن أنا خلاص مش قادرة ولازم أتصل بيه. حسيت إن هو حد غالي عندي قوي وإنه وحشني جدا، وفعلا رحت متصلة بيه، رد عليا واتكلمنا مع بعض شوية كتير، وكنت مبسوطة جدا وانا بكلمه، وحكيت له على تفاصيل حياتي كلها. والمفاجأة انه طلع ساكن قريب مني، يعني المسافة بين العمارة اللي انا ساكنة فيها والبيت بتاعه حوالي 10 دقايق مشي. وعرفت منه ان هو مش متجوز وشغال في العقارات، وانا عرفته ان انا متجوزة من 3 سنين، وجوزي طول الوقت مسافر وبكون قاعدة لوحدي معظم الوقت. بدأت انا وحسام نتكلم تقريبا كل يوم في التليفون، لحد ما لقيته في مرة اعترف لي فيها ان هو بيحبني وان هو عايز يشوفني ونخرج سوا. كنت خايفة في الاول، كنت خايفة ان انا اعمل كده، بس مع إلحاحه عليا كل شوية وافقت. وفي اليوم اللي بقابل فيه حسام باخد بنتي أوديها حضانة الصبح وارجع أخدها الساعة 5 بالليل. لما بخلص خروجتي مع حسام أنا شفت حاجات ما شفتهاش في حياتي مع جوزي ولا حتى في فترة الخطوبة. حسام كان بيعزمني كل مرة في محلات أكل غالية قوي، ده غير الهدايا اللي كان بيجيبها لي في كل مرة. كل مرة بقابله فيها كان لازم يجيب لي هدية. والأماكن اللي بروحها لأول مرة في حياتي معاه ده غير الإحساس اللي بحسه إني أسعد واحدة في الدنيا وأنا معاه. لدرجة إن أنا كل يوم برجع البيت بعد ما برجع معاه بدخل أوضة النوم بتاعتي وأقعد على السرير وأفضل أعيط على حظي في جوازتي. وبقيت أقول ليه ما كنتش قابلت حسام ده من زمان قبل ما اتجوز، وكنت اتجوزته هو أكيد حياتي كانت هتبقى حاجة تانية. في الوقت ده حسام بقى أقرب إنسان ليا، وجوزي بقى بالنسبة لي مصاريف البيت ومصاريف بنته، لا أكتر ولا أقل. وبدأت علاقتي بحسام تزيد يوم بعد يوم، وبدأ كلامنا ياخد منحنى تاني بس غصب عننا احنا الاتنين من كتر ما بنحب بعض. في الوقت ده كنت ببعت لحسام صور بالقمصان بتاعتي، وكنت بحاول على قد ما اقدر احسسه ان هو فعلا عايش معايا، وبخليه يشوف كل حاجة بيطلبها مني،
ومكنتش بنام كل يوم إلا على مكالمة فيديو بيني وبينه واحنا نايمين سوا، ونفضل نتكلم ونقول لبعض كل حاجة نفسنا فيها لحد ما وصلنا لمرحلة ان احنا زهقنا وشبعنا من كلام الموبايل والفيديوهات، ونفسنا نكون مع بعض بجد، ونكون مع بعض في مكان لوحدنا انا وهو. طبعا انا كنت قلقانة جدا من حاجة زي كده، بس فعلا من جوايا كان نفسي فيها جدا. وقال لي احنا ممكن نشوف بعض ونتقابل في مكان برا. قلت له مكان برا فين يعني؟ قال لي بصي، انا اصلا شغال في العقارات في المدن الجديدة، بسوق شقق، وفي شقق كتير جدا معايا المفاتيح بتاعتها، واصحاب الشقق دي اصلا مش عايشين في مصر، وانا بروح مع الزباين علشان افرجهم على الشقق دي، وكمان معظم العماير دي بتكون فاضية، فهنا هنكون براحتنا، وكأنك يعني جاية تتفرجي على شقة علشان تشتريها. وعجبتني الفكرة، بس برضو كان جوايا شوية قلق، بس هو فضل يطمني لحد ما انا وافقت. وفي اليوم ده قال لي على مكان استناه فيه الساعة 9 الصبح، وهو هيعدي عليا بعربية ياخدني ونروح. وفعلا رحت واستنيته، وجالي وركبني معاه ورحنا مكان بعيد قوي، حوالي ساعة بالعربية. قلت له احنا كده بعدنا قوي. قال لي لا، انا بقى شغلي كله هنا. المهم وصلنا قدام العمارة مكانش حد ساكن فيها خالص، والدنيا كانت فاضية جدا حتى في الشوارع، ما شفتش حد ماشي. قلت له انا اول مرة اشوف منطقة فيها حد كده، يعني ما فيهاش حد كده. قال لي المدن الجديدة دي كلها كده. المهم نزلنا من العربية ودخلنا عمارة وطلعنا الدور التاني، وكان في شقة مقفولة بالباب. فتح الباب ودخلنا، وراح قافل الباب تاني، وراح داخل البلكونة وقف فيها شوية، وبعد كده جالي وكانت الشقة كلها فاضية، مكانش حتى في شبابيك راكبة، والشقة كانت كلها عالطوب. لقيت حسام دخل المطبخ، لأن هو ده تقريبا المكان الوحيد اللي يعتبر مش باين، أو المكان الوحيد اللي محدش ممكن يشوفنا واحنا واقفين فيه. أول ما دخل المطبخ ونده عليا، وكان ساعتها قلبي بيدق جامد قوي من قبل ما حتى يقرب مني. المهم رحت قربت منه ووقفت قدامه، راح واخدني في حضنه جامد، وانا لقيت نفسي بحضنه جدا وكأن في حد غايب عني بقاله سنين. وفجأة لقيته قدامي، وكنت حاسة ساعتها اني بحلم. فضلنا في حضن بعض حوالي 5 دقايق، وحسام هو اللي حضني وعمال يقولي كلام حلو أول مرة أسمعه في حياتي. بجد كان إحساس مفيش أجمل من كده، إن واحدة تعيشه أو تحسه. حسام بدأ يعمل حاجات خلتني أتعب جدا، وأعصابي كلها ثابت، وما بقتش حتى قادرة أتكلم أو أقوله كفاية أو يبطل اللي بيعمله. بقيت ساكتة، وكان كفاية عليا قوي إن أحس بالحاجات الجميلة اللي كان بيعملها لي، واللي حسيت فعلا وقتها إن أنا خلاص لازم أكون مراته من كتر ما أنا مبسوطة معاه. حسام في اليوم ده عمل كل اللي نفسه فيه، بس طبعا ما كناش مرتاحين ولا أنا ولا هو، لأن طول الوقت كنا واقفين على رجلينا، بس في نفس الوقت احنا الاتنين كنا مبسوطين جدا، وخصوصا أنا. وبصراحة بقيت مستنية حسام يطلب مني كده تاني، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اللي اطلب منه كده. لحد ما بعدها بحوالي 10 ايام لقيته بيكلمني وبيقولي عاوزين نتقابل. قلتله بس بشرط، انا مش هروح المكان تاني فاضي، انا تعبت جدا ساعتها من كتر الوقفة. قالي لا ما تخافيش، المرة دي الشقة اللي معايا دي مفروشة وفيها كل حاجة. قلتله تمام، ورحنا مع بعض الشقة ودخلنا، والشقة كانت أحلى من شقتي كمان من كتر الفرش والحاجات اللي كانت فيها. المهم اليوم ده فعلا كان من أسعد الأيام
اللي أنا عشتها في حياتي لدرجة إن حسام وهو معايا ومن كتر ما هو شايفني مبسوطة وفرحانة باللي هو بيعمله بيقولي في ايه يا بنتي، انت متأكدة ان انت متجوزة؟ قلت له والله العظيم متجوزة، بس الظاهر كده ان انا متجوزة على الورق بس. وبعد ما خلصنا انا وهو فعلا ما كنتش قادرة امشي على رجليا. المهم نزلت وركبت العربية، ومن كتر ما انا دايخة من اللي حصل لقيت حسام بيصحيني وبيقولي يلا علشان قربنا نوصل. قلت له هو انا كمان نمت؟ قال لي ده انتي نايمة من ساعة، ومن ساعة ما ركبتي العربية. المهم عدلت هدومي ونزلت في حتة قريبة من البيت ورحت خدت بنتي من الحضانة وروحت البيت، كملت نوم وصحيت بالليل حاسة ان انا عاوزة اتطلق بأي شكل من جوزي علشان اكون حرة واعمل كل اللي نفسي فيه. قعدت اندب في حظي على اليوم اللي انا اتجوزت فيه وكرهت حياتي اللي انا عايشاها، بس اللي كان مصبرني هي بنتي واني مش عايزة احرمها من ابوها وخايفة على مستقبلها برضه. وقلت خلاص اهي جوازة والسلام، وانا هعيش حياتي زي ما انا عايزة، وكده كده جوزي مش موجود. وفضلت اتقابل مع حسام تقريبا 7 أو 8 مرات خلال 5 شهور، كانوا اسعد 5 شهور عشتهم في حياتي، لحد ما حصل اللي ما كنتش عاملة حسابه. ولقيت جوزي بيتصل بيا وبيقولي انهم هينقلوا الفرع بتاعه للفندق اللي في القاهرة. عملت نفسي وانا بكلمه ان انا فرحانة ان هو هيبقى معانا، بس انا من جوايا كنت مخنوقة اخر خنقة، لانه كده هيكون معايا كل يوم. رحت متصلة بحسام بسرعة بعد ما هو قفل معايا وعرفته ان جوزي شغله خلاص هيبقى في القاهرة وهيكون بايت معايا كل يوم. وقلت له اوعى تتصل بيا في اي وقت سواء بالنهار او بالليل، وانا اللي هبقى اتصل بيك لما هو ما يكونش موجود. ورحت ماسكة الموبايل بتاعي ومسحة كل الرسائل اللي بيني وبين حسام وكل الصور اللي كنت متصوراها لحسام. وجوزي نزل بقى وبقى يبات معايا، وطبعا لما بقى يجي ينام معايا ما بقتش احس منه باي حاجة، كأنه مش نايم معايا. فبقيت اعمل نفسي ان انا مبسوطة معاه، لكن في الحقيقة انا من جوايا بقيت اقارن بينه وبين حسام، لدرجة اني عشان احاول احس منه باي حاجة بقيت اتخيل ان حسام هو اللي معايا. بس للأسف حسيت ان حسام مش هيتعوض، ولا هعرف اعيش حياتي او اكون مبسوطة الا معاه. انا هتجنن ومش عارفة اعمل ايه، قلبي وعقلي مع واحد وللأسف متجوزة واحد تاني، ومش عارفة ولا قادرة اتحكم في مشاعري من ناحية حسام خالص. حاسة ان حسام لو ما بقاش في حياتي حياتي كلها هتقف، وانا نفسي ممكن يجرالي حاجة. حاسة اني مش قادرة اتأقلم على وضعي القديم. بعد ما دقت كل حاجة حلوة مع حسام انا تعبانة جدا من كتر التفكير، ونفسي الاقي حل للوضع اللي انا فيه ده. دي رسالة بعتتها لنا على واحدة على رسائل صفحة الفيسبوك، ولو عندكم نصيحة ليها ياريت تكتبوها في التعليقات وهي هتتابع التعليقات بتاعتكم بنفسها. ولو عندكم اي مشكلة ومحتاجين تعرفوا اراء الناس فيها ابعتولنا على رسائل الصفحة الموجودة اسفل الفيديو وانا هعرضها هنا على القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.